وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله معانا النهارده السمك الطبران ان شاء الله هنشويه النهارده في الفرن من غير ولا دخان ولا دوشه ولا تعملي في البوتاجاز ولا اي حاجه، وسهل وبسيط وهنجربه النهارده مع بعض. هنجيب 2 كيلو سمك حسب ما انت عايزه، كيلو 2 كيلو براحتك. هتجيبوا صينيه احنا هنشويه في الفرن ان شاء الله. انا مولعه الفرن من قبلها على درجه حراره 200، على درجه حراره 200. يا حبايب قلبي معنا السمك اهو، هندي رشه ملح وليمونتين اهو. يا حبايب قلبي حطينا الملح على السمك، وهو هنحط عليه الليمون تمليحه له، وبعد كده هنحطه في الرده بتاع شويه السمك. تيجي من عند اي حد عطار. الكيلو تقريبا عامل 10 جنيه، مش هتزيد عن كده. وهنرصه في الصينيه بالشكل ده. بدل ما نشويه على البوتاجاز من فوق ونعمل دخان ونعمل دوشه، لا هو في الفرن كده احسن طريقه يعني. دلوقتي يا حبايب قلبي لقينا الصينيه مش واخده، قلنا ندايره فين؟ في صاج الفرن عشان نحطه مره واحده وخلاص، بدل ما نعمل كذا حاجه. لا، هي حاجه واحده وخلاص. بتكوني مولعه الفرن ومعليه حراره الفرن على درجه حراره 200. يكون الفرن سخن من تحت بس. وده شكل السمك بتاعنا قبل ما يدخل الفرن. هنعلي عليه الفرن من تحت ونسيبه. وطبعا يا حبايب قلبي على بال ما الرز ينشوي على بال ما السمك ينشوي في الفرن، نكون عملنا شويه رز صياديه جنب السمك. جبنا حله حطيناها على النار بشويه زيت ومعاها بصله مقطعه قطع صغيره. هو احلى حاجه جنب السمك المشوي الرز الصياديه. اللي حابب يعمل رز ابيض يعمل، واللي حابب يعمل رز حبه وحبه يعمل، واللي حابب يعمل رز احمر يعمل، بس انا المفضل عندي رز صياديه. واحنا واقفين كده على بال ما البصله تاخد لون، هنعمل الدقه بتاعت السمك المشوي. معانا هنا 6 7 قرون فلفل مضروبين في الكبه، مع حبايه طماطم، مع 10 فصوص ثوم او 15 فص ثوم حسب رغبتك انتي. هتبقى طبعا معانا برضه، هنخلي بالنا من البصله برضه. السمك في الفرن وده بنعمل السلطه، شغالين في كله مع بعض. وهنعمل عصره ليمونه على ميه السمك. دي التحديقه بتاعت السمك المشوي.
وهنحط معلقتين زيت، ومعلقة ملح، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة كمون، دي يا حبايب قلبي دي تحديقة السمك المشوي. وهنحط لها المية عشان اول ما السمك يطلع من الفرن نتبله، عشان اول ما يطلع من الفرن نرشها على السمك عشان يطري معانا ويبقى طعمه جميل. ومع شرايح الليمون. كده تحديقة السمك جاهزة. وادي البصلة معانا هي اللي بتتاخد لون، والسمك في الفرن بيتشوي عشان كله يخلص مع بعضه في وقت واحد، مش ناخد وقت في المطبخ. بأقل وقت نكون مخلصين كل اللي ورانا وطالعين من المطبخ، بدل ما نقعد كل اليوم في المطبخ لا نكون مخلصين كل اللي ورانا في أقل وقت واحد. طبعا انت بتشوفي الحدق بتاعها ان كانت محتاجه حدق تعمليه. وادي البصله معانا. طبعا السمك في الفرن احنا مولعين عليه بس من فوق، من تحت بس لغايه لما ياخد لون من تحت نبقى نولع عليه الشوايه، او ممكن يتحمر من فوق ومن تحت مع بعض. احنا سايبينه في الفرن براحته كده، معلقين عليه النار وسايبينه. ديت معلقه توم وقرن فلفل مقطعاه عشان احطه مع الفلفل، بيدي طعم وبيدي ريحه رهيبه. اتمنى تجربوه مش هتندموا ان شاء الله. جربوا الرز بالطريقه ديت وجربوا السمك مش هتندموا. احنا بنفضل نقلب البصله لون لغايه لما تتكرمل خالص، يعني نخلي البصله تقريبا اللي يشوفها يقول محروقه، بس هي مش هتبقى محروقه ولا حاجه، هي بتبقى متكرمله بس واخده لون. دلوقتي يا حبايب قلبي بعد ما البصله خدت اللون ده هننزل عليها بالفلفل والثوم. قرن واحد فلفل مع 4 فصوص ثوم بس، بيديها طعم وريحه مش هقول طعم والريحه بسم الله ما شاء الله، ومش هتبان في الرز ولا حاجه، هي بتدي طعم ونفس وريحه. اهو يا حبايبي قلبي بعد ما البصله وصلت للون ده ننزل عليها بالميه. زي ما انتم شايفين لكل كوبايه رز مصري كوبايه ميه، وانا عامله كوبايه ونص ميه. هنحضر الرز بتاعنا. معلقه ملح، نص معلقه بهارات مشكله، ثوم على فلفل اسمر على كمون على 7 بهارات كلها مع بعضيها. هنعلي عليها النار لغايه لما الميه تفور نسقط فيها الرز. فورت اهوت هنبدا نسقط الرز. اهو يا حبايبي قلبي نعمل الرز ونسيبه بقى لغايه لما يتشرب يا حبايب قلبي. اهو الرز بعد ما اتشرب خلاص هنجيب من على العين ديت وهنحط على العين الواطيه خالص الهاديه خالص عشان الرز مش يتحرق مننا.
عليه خالص ونسيبه يستوي براحته على بال ما السلطه يجي. طبعا يا حبايبي قلبي على بال ما الرز يتشرب والسمك في الفرن نكون عملنا حبايه سلطه كده على السريع جنب السمك عشان نجهز الغدانا كده سريع سريع. نجهز الغدا كده على طول. معانا طماطم وجرجير، اي خضار موجود عندك في البيت حطيه على السلطه، مفيد الخضار كله صحي ومفيد للاولاد. معانا كده حبتين طماطم ومعانا خيار ومعانا فلفل ومعانا جرجير ومعانا بصل اخضر لزوم السمك. طبعا السمك ما ينفعش يتاكل من غير بصله، حاجه تعدل الدماغ يعني. يا حبايبي قلبي بعد السمك طلع من الفرن خلاص لسه طالع حالا. هنشربه الدقه بتاعته اهو طلع من الفرن. وادي السلطه اللي عملناها مع بعض. الرز بتاعنا واتمنى تجربوه يعجبكم وتكتبوا لي في الكومنتات. ودي غدانا النهارده وان شاء الله اتمنى تجربوه يعجبكم. السمك بعد ما شويناه في الفرن، وادي الرز وادي السلطه، ده جربوه يعجبكم.